تمرين هنتكلم عليه النهارده وهو تمرين البوش الواطي، وده اللي هنركز عليه بشكل جمالي اكتر للبنج عندك زي ما انت ما شايف كده. ايه يا صديقي العزيز، وهو تمرين البنج العلوي على قد ما تقدر يا صديقي العزيز. فانت لازم الكتف عندك يكون بارز بالشكل ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد يا صديقي العزيز. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز في الفلوج النهاردة. وفلوج النهاردة هنتكلم عن التمرين والرياضة وإزاي تنظم جسمك بالكامل في الجيم. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الفلوجات عن المذاكرة والحاجات دي، ولكن أنا قلت الفلوج ده لازم يكون فيه حاجة صحية ومركز على حاجة معينة فقط. وإن شاء الله كل فترة هركز في فلوج على حاجة معينة لغاية ما نوصل في الحاجة دي تكون انت فهمتها بحالها. ولكن الفلوج ده هيبقى كل اسبوع ولا حاجة، ولكن الفلوج اللي هيبقى شامل ده كلته هيبقى في اخر الاسبوع. ولكن الفلوجات اللي في اول الاسبوع وكده هيبقى فلوجات بتكلم فيها عن فكرة جت في دماغي وحبيت اتكلم عنها وتكون مركزة على جزء معين. فانا النهاردة هنتكلم عن الجيم. احنا اتكلمنا قبل كده ازاي تستعد على الجيم، ولما تروح الجيم ما تركزش على حد ولا تشغل دماغك بالناس اللي موجوده. فانا النهارده جاي اتكلم على حاجه معينه، وهو ان هننزل بقى على ارض الواقع ونلعب حتى في الجيم او في البيت. فاحنا مش لازم نلعب في الجيم فقط، ولكن انت لو ما معكش مقدره انك تلعب في الجيم او كده انت ممكن تلعب في البيت. وهعرفك في الحلقه دي ازاي تلعب في البيت وازاي تلعب في الجيم. وهنتكلم النهارده على تمرين الدفع اللي هو البوش. هنخش فيه نستهدف فيه مع عضلات البنش، وهنستخدم فيه مع عضلات التراي، وهنستخدم فيه معادلات الكتف الامامي والجانبي. فالفيديو ده ان شاء الله يفيدك، وانا مش جاي اقول لك كلام علمي كتير، انا جاي اقول لك على ارض الواقع اللي هنطبق عليه. انا مش الدحيح عشان افضل اقول لك العلماء قالوا كذا وده قالوا كذا، ولكن انا جاي اقول لك على الحياه الحاجه اللي احنا لازم نطبق عليها، وعشان بعد فتره يطلع لنا عضله كويسه وغير كده صحتنا تبقى كويسه. انا مش جاي افضل اكلمك واقول لك لا انت العلماء قالوا ان دي كذا ودي كذا، ولكن احنا عارفين ان الرياضه دايما بتبقى مفيده للجسم. امتى تبقى مضره؟ لو انت لعبتها بطريقه غلط دي هتضرك، ولكن انت لو بتلعبها بطريقه صحيحه عمرها ما هتضرك خالص. فانت لازم تجرب التمرين بتاع النهارده معايا وتحاول توقف كل حته وتشوف التفاصيل بتاع التمرين بتتلعب ازاي، وانا هحكيها لك وهوريك بتتلعب ازاي كل تمرينه، وهوريك صور وفيديوهات بتشرح لك ازاي تلعب التمرين. انا هقول لك الكلام بيتلعب ازاي وكده، ولكن الفيديو هيوضح لك اكتر اللي انا هحطه في المونتاج. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. واول تمرين هنتكلم عليه النهاردة وهو تمرين البوش الواطي، وده اللي هنركز عليه عشان ده اللي بيرسم لك البنج بطريقة جامدة جدا، بيخلي لك فيه كيرف كده من تحت في اللبس بتاعك او في شكلك او في منظرك. ففي الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عشان يبقى صحتك حلوه مش علشان الشكل، ولكن ده هيبين شكل جمالي اكتر للبنج عندك زي ما انت مش شايف كده. وانا عندي البنج لسه على الله، بس انا بقول لك هيديك شكل جمالي على قد ما تقدر. فانت هتركز الاول على البنج الواطي. هنلعب ازاي بالبنج الواطي؟ هتلعب بالبار واطي. البار الواطي ده انت اعتبر البار الواطي ده بيلعب البنج كامل، ولكن ده اللي بيركز اكتر على البنج السفلي. فانت لازم تلعب بنج واطي وتجيب اخرك فيه، ولكن قبل ما تلعب لازم تكون مسخن كويس. التسخين الكويس ما يكونش اقل من 10 دقايق وما يزيدش عن التلت ساعة. فلازم تركز كويس في التسخين. التسخين عن طريق انك تسخن المفاصل، تسخن المفاصل بالكامل، واهم حاجة الكتف، عشان الكتف لو اتأذى انت كده خلاص مش تلعب جيم خالص تاني. ليه؟ لأن الكتف يعتبر هو اللي شايل لك جسمك بحاله، فأنت لازم تركز عليه على قد ما تقدر يا صديقي العزيز. فالكتف أهم حاجة تركز عليه، وبعد كده الكتف لو بقى عندك ركزت عليه وبقى قوي انت بعد كده تعرف تشيل أوزان على قد ما تقدر. فأنت لازم الكتف عندك يكون بارز بالشكل ده. دي عصعوصة صغيرة بس أنا بقول لك لازم تركز على قد ما تقدر في الكتف. انا عندي البنج مش قد كده، ولكن كتفي منه قوي شويه فبيشيل معايا اوزان على قد ما اقدر. واحنا قلنا اول تمرين هنلعبه تمرين البنج الواطي بالبار. البار ركز فيه على قد ما تقدر وحاول تجيب اخرك على قد ما تقدر. انت لو لعبت التمرين ده في البنج فقط خلاص انت هتعمل بنج قوي، هتعمل بنج قوي على قد ما تقدر. والتمرين ده يعتبر مفيش منه اتنين، هو انت العبه وخلاص لو مش تقدر تلعب تاني.
وتاني تمرين هنتكلم عليه يا صديقي العزيز وهو تمرين البنج العلوي. والتمرين ده بيستهدف الجزء العلوي من البنج، وهنلعبه بالدمبل. هنلعب بالدمبل ونرفع الديسك اللي احنا بنبقى قاعدين عليه زاوية 45، ونخلي الزاوية تكون 45 ونركز عليها. ولو مش عارف الزاوية تكون 45 ازاي على البنج اللي احنا بنقعد عليه او الكرسي اللي احنا بنريح عليه عشان نلعب بنج علوي، حاول تقول للمدرب اللي موجود معاك في الجيم يعدلك الكورس ده عشان يظبطه وتلعب بالطريقه الصح. وحاول على قد ما تقدر تخلي التكنيك بتاعك بطيء وكويس، خليك تحس بالعضله على قد ما تقدر، ما تحاولش تلعب عشوائي. وتالت تمرين يا صديقي العزيز حابب اتكلم فيه وهو تمرين الفراشه، او ما يعرف بالفراشه، انك اي تمرين بتفتح ايديك وتقفله ده يعتبر بيعمل لك عمليه تجميع في العضله، وده بيعمل لك زي نظام استريتش العضله. فانت لازم تلعب اي تمرين بتفتح فيه ايديك على قد ما تقدر وتقفلها عشان تركز على عمليه الاستريتش، عشان بعد فتره تلاقي عندك الصدر بيوسع معاك. والصدر ما يوسع كده انت هتعمل صدر قوي، ولكن لازم تركز على التمرين ده قوي. والاهم من الليله دي كلها تمرين البنج الواطي اللي انا قلت لك عليه. وانت لو ركزت على الثلاث تمارين دول بس، انا زي ما انا قلت لك كده انا قعدت شهر في الجيم، شهر واحد، والحمد لله فرق معايا جدا. بس الشهر ده كان من فتره وبعد كده قعدت، والحمد لله خلى جسمي زي ما انت ما شايف كده لغزات دلوقتي. وهحاول اوريكم الصور في اخر الفيديو. ولكن لازم تركز على البنج على قد ما تقدر في الثلاث تمرينات دول، وما تحاولش تكتر على نفسك، لان الثلاث تمرينات دول هيظبطوا لك البنج عندك. وبعد كده يا صديقي العزيز هنخش على التمرين الرابع، وهنا تمرين هبة الكتف. وعاوزين نلعب رفرفه، مش عاوزين نأفور والشغل اللي يقول لك خش كذا وخش كذا، لا احنا نخش ممكن تمرين واحد او تمرينين للكتف الجانبي والامامي. فانت ممكن تبقى قاعد على الكرسي اللي انت بتقعد عليه، ممكن تلعب التمرين اللي هو كده خلاص. انت هتستهدف الكتف، هتستهدف الكتف الجانبي والامامي اللي هو بتبقى فيه زاويه كده لقدام. انت فاهم؟ ولا هو كده خالص ولا هو كده خالص، لا انت بتبقى فيه زاويه لقدام كده، تكون في زاويه ما بينك وما بين جسمك بتاع 70، الزاويه تكون 70 ولا حاجه، والزاويه بتاعك كوعك تكون 45 على قد ما تقدر. وتلعب بالدمبل، اهم حاجه تكون بالدمبل، وتلعب بالدمبل ترفع وتنزل وتركز على التمرين ده جدا، وتجيب الفشل العضلي وخلاص. انت التمرين كده ده هيشغل معاك الكتف على قد ما يقدر. ولو حبيت تلعب تمرين تاني الكتف انت ممكن تخش رفرفه، ورفرفه هتشغل لك الكتف بشكل جامد جدا. اللي انت ممكن تخش تعمل رفرفه كده جانبي، الرفرفه دي هتخلي عندك الكتف عامل كيرف معاك بعد فتره. والتمرين اللي بعد كده تمرين للتراي، ومش عاوز اطول عليكم عشان بس ما تملوش من الفيديو. تمرين للتراي هنخش مجموعتين تراي. هنخش اول مجموعه على الكيبل اللي هو يكون الحبل او المسطره او الزجزاج عادي، وتخش تلعب التمرين اللي هو كده عشان يشغل التراي زي ما انت ما شايف كده. التراي يشتغل معاك على قد ما يقدر، ويركز على التراي وانت بتلعب، وتركز على قد ما تقدر في التراي تعصرها لتحت لغايه اما تجيب اخرك في التمرين. وانا لسه لاعب تمرين النهارده تبع الدفع اللي هو البوش، هيجيب اخرك في التمرين، يعني هيخلي عندك العضله 100. وتاني تمرين نخش معانا في الدفع وهو التراي، بس عن طريق الحبل برضو او المسطره او اي حاجه، بس هيبقى ظهرك للجهاز وتسحب لفوق كده. التمرين ده بيستهدف التراي برضو، ولكن راس تانية غير الراس الاولى. وكده انت هتعمل تراي عندك جامده زي كده، ازاي كده يعني، بس يديك مثلا هيبقى عندك تراي يشتغل ويبرز معاك زي كده. طب انت دلوقتي مش عارف تلعب التمرينات دي، او ما بتروحش جيم ولا اي حاجه وعايز تلعبها في البيت. اول حاجه عشان تلعب التمارين دي في البيت، اول حاجه ممكن تعمل ضغط. الضغط في البيت هيظبط معاك، عد على قد ما تقدر ضغط. طب حسيت ان الضغط سهل، حاول تحط اي وزن على ظهرك، اي وزن تقابله حطه على ظهرك، هيظبط معاك تمرين البنج جامد. وممكن لو انت حابب تلعب بنج سفلي ممكن تسند على دكه زي اللي موجوده دي، وتاخد وتدفع كده لقدام وترجع لورا. دي تمرين البنج. طب انت دلوقتي عاوز تلعب تراي، هتقعد على اي دكه برضه، بس هيبقى ديك لورا كده وتنزل وتطلع، تنزل وتطلع كده، انت هتشغل معاك التراي بشكل جامد جدا. وتمرين الكتف ممكن تمسك اي وزن عندك في البيت، شنطه زي بتاع الجيماوي اما كان بيقول لك تمرينك جنب سريرك، انت ممكن تلعب برضه تمرينك جنب سريرك، ولكن هتجيب شنطه او اي وزن عندك وتروح
لعب بيها رفرفة. لو ركزت على التمارين دي هتجيب معاك نتيجة فعالة جدا وبشكل سهل ومبسط. مفيش اي صعوبة في التمرينات اللي انا قلتها، وان شاء الله يكون الفيديو فادك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد يا صديقي العزيز. سلام.